مساء الفل يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم احمد توفيق، قناه باك تو ذا بيزز فانتزي الدوري الانجليزي. الجوله الخامسه لسه باقي منها ماتش واحده من اصعب الجولات اللي خلصت. انا بسجل الفيديو ده قبل ماتش نوتنجهام فورست وبيرن اللي هيلعب بكره يوم الاثنين، ولكن الحمد لله ان الجوله خلصت بلانكات عند كل الناس، والافرج 40 نقطه، واغلب الناس سكوراتها تقريبا متقاربه، الا الناس اللي كان معاها محمد صلاح او مكابتنه محمد صلاح ودي ناس قليله، او الناس اللي جمعت بين الفاريز وصلاح وبرده دي ناس قليله، والناس اللي قدرت تاخد كلين شيت من نيوكاسل وبرده دي ناس قليله. فاغلب الناس متضرره، وواضح طبعا من القائمه اللي قدامك دلوقتي اللي فيها 15 لعيب. ال 15 دول تمبلت، ومع كل الناس عايز اقول لك ان كل سكوراتهم بتتفاوت ما بين 0 او 1 او 2. كل السكورات اللي قدامك في ال 15 لعيب دول بتتفاوت ما بين 0 و1 و2، وهم تمبلت عند كل الناس، فلازم يكون الافرج واقع وكل سكوراتنا تكون واقعه. جوله على غير المتوقع لاغلب الرهانات اللي كانت ماتشاتها كويسه جدا، سواء كانت هوم او اوي زي توتنهام وتشيلسي، ولكن جوله وعدت، وهو ده وضع الفانتزي وده الطبيعي بتاع الفانتزي. قدامك فودن وماديسون وسون واودوجي وراشفورد وبرونو وشيلول وستيرلينج وجاكسون وماتي كاش ومبويمو وستبانيان وميتوما ومارش وفيرجسون. 15 لعيب مع معظم تشكيلاتنا كل سكوراتهم 0 او 1 او 2، فلازم يكون الوضع كده. فانت ما تستغربش كتير ان كل الناس خدت ال 12 نقطه بتوع هالاند، واللي فرق معاهم انت معاك مين جنب كابتنة هالاند؟ معاك الفاريز وصلاح، معاك صلاح بس، مفيش معاك حد خالص جايب بوينتات او ريتيرنز غير واحد زي ساكا، والباقي كله حضور، وطبعا انذارات كتير جدا في الجوله عند اغلب اللعيبه. فعادي، وضع طبيعي. جوله وعدت، لو انت عديت ال 45 اكيد الاسهم عندك خضراء، لو انت جايب 40 او تحت 40 تبقى الاسهم حمراء او هتبقى واقف مكانك. لو انت طبعا في حدود 30 نقطة اكيد نزلت كتير جدا في الترتيب، ولكن لسه بدري، نقدر نعوض ونرجع في الرانك بسرعة. كل الناس اللي بتلعب فانتزي من زمان عدى عليها جولات زي دي كتير، وعارفين ان كل سنة لازم يجي جولتين او 3 السكورات كلها تبقى واقعة واغلب الناس تبقى بلانك، ومفيش عندك اي حد عامل حاجة في الفرقة غير لاعب او واحد او 2. ولكن الجولات دي بتبقى مفيدة علشان تعرفك ان مفيش اي تمبلت ثابت او قاعدة للنقط في الفانتزي. مش معنى ان انت جبت لعيب سهل مهما كان ماتشه سهل انت ضامن نقط. في ماتشات كتير جدا كانت سهله الجوله دي زي ماتش التوتن وتشيلسي، وكلنا راهنا منهم ولكن كلهم طلعوا بلانك. فالقاعده الاولى اللي انت لازم تستفيد منها من الجوله دي، لو انت اول مره تشوف جوله بالشكل ده، ان مفيش اي قاعده ثابته تقول لك مين هيجيب نقط في جوله معينه تقدر تتوقع على اساسها. انت بتمشي ورا الاحصائيات والارقام، وتجيب لعيب ماتشه سهل وتستهدف لعيبه ارقامها كويسه وتهددها على الجون كويس. نقطة تانية من النقط اللي انا محتاج اتكلم عليها في الدردشة بعد الجولة دي هي نقطة جاكسون. زي ما اتكلمت عنه في فيديو 2 و3 قبل كده، من اول ما كان معاه انذارين، ان الراجل واضح جدا ان هو تدخلاته عنيفة وهيبقى معرض للايقاف قريب. الراجل فعلا وصل للانذار الرابع النهاردة ومهدد بالايقاف بعد مجرد 5 جولات بس. يعني جاكسون الماتش الجاي لو خد انذار هيتوقف، عشان كده هيبقى تغييرة كويسة جدا لكل الناس اللي مفيش معاها الفاريز او موريس اللي عنده دبل في الجولة السابعة. تقدر ان انت تمشي جاكسون، ولكن مش لازم الجولة دي، ممكن تاخد منه الجولة دي كمان. انا هاخد منه الجولة دي وبعد كده هستفيد بلعيب تاني هيكون في الغالب موريس علشان الدبل جيم ويك. نقطة تانية من النقط اللي عايز اتكلم عليها هو تألق ريتشارلسون في الدقايق اللي لعبها القليلة. ممكن تأثر شوية على وجود سون كراس حربة. ممكن ريتشارلسون يرجع يبتدي تاني، ولكن ما هو الا توقع. انا مش ضامن ايه اللي هيحصل طبعا في توتنهام، ولكن بعد تألق ريتشارلسون في ال10 دقايق اللي قدر يأثر فيهم على نتيجة الماتش او الشوية اللي لعبهم الماتش اللي فات، ممكن ان هو يرجع يلعب كراس حرب تاني وسون يرجع ياخد الخط تاني. نقطة من النقط المهمة جدا اللي انت محتاج تركز عليها لو انت معاك سون او ماديسون او بتفكر ان انت تشتري سون للجولات الجاية. نقطة تانية طبعا مهمة جدا عايز اتكلم عليها، وهي نقطة ان دوري الابطال بدأ من اول الثلاث والاربع الجايين، دوري ابطال والخميس دوري اوروبي، فاي استحقاقات اوروبيه هتاثر كتير جدا على دقايق اللعيبه. فاوعى تعمل اي تغييرات بدري، معرض جدا ان اي لعيب عندك يتصاب. حتى لو انت هتشتري لعيب او هتستهدف لعيب مفيش عنده اي ماتشات اوروبيه، ممكن لعيب عندك عنده ماتشات اوروبيه هو اللي يتصاب. بمعنى ان انت لو عايز تشتري لعيب من وولفرهامبتون او لعيب من اي فريق ما عندوش دوري ابطال او يوروبا ليج، ممكن تلاقي راشفورد اللي اتصاب او ساكا اللي اتصاب او صلاح اللي اتصاب، فيأثر على الخطة بتاعتك. مش لازم اللعيب نفسه هو اللي يتصاب. فأخر تغييراتك لغاية يوم الجمعة أو يوم السبت قبل الديدلاين، وهيكون في فيديوهات أكتر أقول لك مين هي أحسن التغييرات للجولة. نقطة كمان من النقط المهمة اللي عايز أتكلم عليها هو استمرار تألق الفاريز، وكل ده بيرجع لإصابة دي بروين. فدقايق الفاريز إلى حد ما ثابتة، ولكن عايزين نبص إيه اللي هيحصل بعد بداية دوري الأبطال. هل الدقايق بتاعته ممكن تقل شوية ولا هيفضل ياخد الدقايق بتاعته؟ لأن الراجل طول ما هو في الملعب
مشغل مساهمات، ما بيبطلش مساهمات، وانا كنت واحد من الناس اللي بدأت بيه من جيم ويك 1 ولغايه دلوقتي هو اللي ظابط لي السكور كل جوله، وبيلحقني في الجولات اللي اغلب فرقتي بتكون واقعه فيها. النقطة الواحدة المضيئة اللي كانت موجودة في الجولة اللي فاتت هو كلين شيت نيوكاسل، اللي كنت مرشح 2 دبل دفاع منهم في الوايلد كارد درافت اللي انا عملته قبل الجولة. كنت مرشح نيك بوب وفابيان شار. الكلين شيت الوحيد اللي كان متوقع، او الحاجة الوحيدة اللي جت في اتجاه سير التوقعات اللي انا قلت عليها قبل الجولة، ولكن الباقي كله اوت. كل الناس بلانكات، كل الناس اللي كان متوقع تألقها اوت. اخر نقطة عايز اتكلم عنها هي نقطة الوايلد كارد. لو انت كنت واحد من الناس الغير محظوظة اللي عملت وايلد كارد في الجولة الخامسة عشان فريقك كان وحش وكنت مضطر تعمل وايلد كارد، ما تقيمش فريقك هو حلو او وحش على اساس الجولة دي خالص، لان الجولة معظم اللعيبة او كلها بلانكات. قيم فرقتك الوالد كويس او لا بعد مينيمم 4 أو 5 جولات. ولكن لازلت شايف من وجهة نظري ان الجولة التاسعة هي انسب ميعاد للوايلد كارد في الدور الاول، عشان كده عملت لها فيديو لوحده هتلاقيه موجود عندك قبل ده، ارجع اتفرج عليه هتعرف ليه الجولة التاسعة هي انسب جولة تقدر تعمل فيها الوايلد كارد، وتقدر تجيب لعيبة من فرق تانية العين مش عليها تطلعك في الرانك كتير جدا في فترة قليلة. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لي لايك وشير وسبسكرايب، ولو انت بتتفرج علينا لاول مره ما تنساش تشغل جرسك عشان يوصل لك كل جديد وتمشي معانا جوله بجوله. حبيت ادردش معاكم شويه بخصوص الجوله الخامسه، ولحد هنا خلصت حلقتنا. اشوفكم في حلقه جديده على خير. سلام.